السلام عليكم متابعينا الاوفياء، كتمنى تضغطوا على جيم تحت الفيديو والاشتراك في القناه باش توصلوا ديما بالجديد، فما تبخلوش علينا بجيم تحت الفيديو باش الحلقه تمشي مزيان ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نهضروا على 3 مواضيع حصريه. موضوع كيتعلق بخبر صار الامين حريث والعوده ديالو من الاصابه، موضوع كيتعلق بمفاجاه كيحضروها لاعبي المنتخب المغربي للجماهير المغربيه في شهر رمضان، وموضوع كيتعلق بخبر صار تلقاه الناخب الوطني بعوده لاعبين من الاصابه قبل معسكر هذا الشهر. بالنسبة للخبر السار اللي كيتعلق بالمنتخب الوطني المغربي، فالناخب الوطني وليد ركراكي تلقى أخبار سارة بخصوص الحالة الصحية ديال اللاعبين مهمين في المنظومة ديال المنتخب الوطني المغربي. الواحد فيهم رجع للتدريب الجماعية والآخر تبين أن الإصابة ديالو طفيفة. فسفيان بوفال رجع اليوم للتدريب الجماعية ونشر الحساب الرسمي ديال نادي الريال القطري مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وفي فيسبوك صور الأخير ميران ديالو ديال اليوم، وظهر فيه سفيان بوفال كيشارك ماشي في التدريب الفرديه انما في التدريب الجماعيه بشكل طبيعي جدا، يعني تشافى بشكل كلي من الاصابه ولا جاهز لخوض المباريات. كنعرفوا ان سفيان بوفال كان تعرض لواحد الاصابه اللي غيبته تقريبا 3 اسابيع، ما لعبش المباريات وكان يعني غايب عن المباريات، وكان في هذيك الوقيته ما حددش الفريق ديالو المده ديال الغياب ديالو واش شهر واش اقل من شهر. واليوم يعني تبين انه رسميا اللاعب ولا جاهز لخوض المباريات، فممكن ان الناخب الوطني وليد ركراكي يعتمد عليه في المعسكر الجاي. ولو ان البعض منكم فاش غادي يسمع هذه المعلومه هذه غيقول لك لا صافي سفيان بوفال مشى الدوري القطري ما بقيناش باغينه في المنتخب المغربي، ولكن كيبقى القرار راجع للناخب الوطني ان سفيان بوفال تيبقى يعني من اللاعبين من ركائز ديال المنتخب الوطني المغربي في السنوات الاخيره. اما بالنسبه للخبر الثاني، اللاعب اللي تبين ان الاصابه ديالو طفيفه وماشي يعني اصابه اللي قويه، فالامر كيتعلق باللاعب الياس شاعر نجم نادي كوينز بارك رينجرز الممارس في الشامبيونشيب الانجليزي. فمدرب ديال هذه الفرقه هذه اكد اليوم في التصريحات انه تبين ان الاصابه ديال الياس شاعر اللي كان تعرض لها قبل ايام يعني ماشي شي اصابه اللي خطيره، لانهم كانوا كيظنوا ان اصابه اللي ممكن تنهي الموسم ديالو، فلله الحمد انه الاصابه ماشي خطيره. وقال هذا المدرب هذا في التصريحات الصحفيه: تبين أن إصابة إلياس شاعر ليست بالغة كما كنا نظن، ونأمل أن يعود إلياس بسرعة كبيرة. الطريقة التي خرج بها كانت مقلقة للغاية أثناء خروجه بعد الإصابة. لقد كانت المرة الأولى التي يغادر فيها إلياس على وقع الإصابة، وهو أحد أفضل اللاعبين الذين نملك في النادي، وحقا لم يكن مشهدا لطيفا أبدا، لكن لحسن الحظ لم تكن الأخبار بهذا السوء، وأكيد سيعود قريبا جدا لخوض المباريات. ومن خلال تصريحات ديال المدرب ديال كوينز بارك رينجرز كيبان اولا كيف ما قلنا ان الاصابه ديال الياس الشاعر ماشي اصابه اللي قويه، بل ان اصابه اللي طفيفه، الشيء اللي كيعني انه غادي يرجع قريبا. وكاع حتى هو في اخر التصريحات ديالو انه سيعود في اقرب الاجل، يعني ممكن في هذا الاسبوع هذا يجهد العوده ديالو للتدريب الجماعيه وبالتالي الجاهزيه ديالو لخوض المباريات، الشيء اللي غادي يخلي الناخب الوطني يعني يعتمد عليه ان شاء الله ويعيط له في المعسكر الاعدادي. فممكن نقول ان الياس الشاعر ان شاء الله غادي يكون جاهز لخوض المباريات من هنا لانطلاق المعسكر ديال المنتخب المغربي، لان اصلا حتى من تعرض الاصابه ما غابش بزاف، يعني غادي يكون باقي محافظ على ديك الجاهزيه اللي كان بها يعني مع منذ انطلاق الموسم. إذن فالناخب الوطني تلقى أخبار سارة بخصوص عودة سفيان بوفال من الإصابة وقرب عودة إلياس شاعر كذلك للميادين. بالنسبه للخبر اللي كيتعلق بالمفاجاه الجميله اللي كيحضروها يعني مجموعه من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي للجماهير المغربيه في شهر رمضان المبارك ان شاء الله، فالامر كيتعلق باننا غادي نوليو نشوفوا يعني بعض اللاعبين ديال المنتخب المغربي على التلفاز المغربي في شهر رمضان الابرك. وهذا الشيء بحسب ما قال موقع البطولة، ومن خلال المصادر ديالو فقال في واحد التقرير أن من المرتقب أن يظهر عدد من لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم في إعلانات متعددة لشركات مختلفة. وأكد أن عدد من لاعبي المنتخب المغربي تلقوا اتصالات من شركات متعددة للظهور في هذه الإعلانات المختلفة في شهر رمضان. وكنعرفوا أنه يعني في شهر رمضان تكونوا يعني إشهارات ديال الشركات كتير بزاف، تكونوا اشهارات يعني بواحد الغزاره في التلفاز المغربي بين البرامج اللي كيكونوا كيدوزوا في القنوات المغربيه. فهاد الشركات هادو يعني بغاو يستغلوا هذاك النجاح ديال المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم قطر 2022 بوصول المنتخب لنصف نهائي كاس العالم، يعني وهذاك الاقبال او هذيك
المتابعه الكبيره اللي ولات على لاعبي المنتخب المغربي بغاو ديجا هما مشهورين اصلا، يعني بغاو يستغلوا ديك الشهره اللي فوق من الشهره ديالهم باش انهم يبانوا في الاشهارات ديال المنتوجات ديالهم في البرامج ديال شهر رمضان الابرك ان شاء الله. وهذا امر عادي جدا، فيعني بالنسبه للاعب فامر عادي جدا، لان حاجه ماشي جديده وحاجه اللي ماشي كتنقص من القيمه ديال هذاك اللاعب المحترف ولو انه محترف في كبار الانديه. ولكن هذا الامر هذا ولينا كنشوفوه بزاف يعني في العالم باسره، ماشي غير في اللاعبين المغاربه. مؤخرا مثلا غير اللاعب المغربي يوسف النصيري تعاقد مع شركه اديداس ديال الاحذيه الرياضيه، والعقد يعني كينص على انه غادي يقوم باشهار منتوجات ديال اديداس. وكذلك لاعبين ونجوم كبار مثلا نيمار دا سيلفا، رونالدو، ميسي كيبانوا في اشهارات ديال شي منتوجات اللي لا علاقه بالمجال ديال الرياضه، مثلا شي منتوج ديال الشعر او لا يعني ماشي ساعه رولكس مثلا ولا شي حاجه اللي لا علاقه بكره القدم، وامر اللي طبيعي وما كينقصش من القيمه ديال هذاك اللاعب. فالظهور ديال اللاعبين المغاربه في التلفاز المغربي ان شاء الله المرتقب في شهر رمضان امر اللي عادي وطبيعي جدا. وواحد النقطه بالنسبه للناخب الوطني وليد ركراكي، كانت خرجت واحد الشائعات مؤخرا في الاسابيع الماضيه انه غادي يشارك في واحد السيت كوم مغربي، فهذا الخبر عاري من الصحه. وليد ركراكي ما غادي يشارك لا كضيف شرف ولا كممثل في اي سيت كوم مغربي. من الممكن انه يبان حتى في هذه الاشهارات هادو ديال رمضان، ولكن ما غاديش يشارك في شي عمل درامي في شهر رمضان الابرك. ولكن الامر اللي كيحيرني انا هو انه كاين بعض اللاعبين في داخل المنتخب الوطني المغربي اللي من الصعب ان الشركات يجيبوهم يديروا عندهم اشهار، مثلا حكيم زياش او مثلا اشرف حكيمي، نجوم اللي يعني كبار بزاف. فما عرفتش كيفاش غادي يديروا انهم هاد الشركات يحاولوا انهم يجيبوا مجموعه كبيره من اللاعبين ديال المنتخب المغربي ويدخلوهم في الاشهار ديالهم الخاص بشهر رمضان. بالنسبه للخبر الصال اللي كيتعلق بالنجم المغربي امين حارث اللاعب ديال نادي مارسيليا والمنتخب المغربي، فامين حارث طمأن الجماهير المغربيه على الحاله الصحيه ديالو من بعد الاصابه اللي كان تعرض لها في اواخر شهر نوفمبر اللي منعته من المشاركه مع المنتخب المغربي واللي بغيباته على الميادين دابا قرابه 3 أشهر. فاليوم احرز امين حارث تقدم كبير في الاستعدادات ديالو للعوده للميادين، وظهر في واحد الفيديو اللي هذا مقطع منه هو كيركض على الملعب يعني الى جانب احد الاطر التقنيه ديال نادي مارسيليا. وهذا المعطى هذا انه يعني وصل لمرحله انه ولا كيركض داخل الملعب، فكيبين انها الوتيره ديال الاستعداد ديالو للعوده للميادين يعني ارتفعت اكثر ولا قريب جدا من العوده ان شاء الله للاعب مع نادي مارسيليا في المباريات في مختلف المسابقات. وبحسب يعني ما نشر موقع سبورت يعني نقلا عن مصادر داخل نادي مارسيليا، فالطاقم الطبي ديال نادي مارسيليا متفائل بزاف يعني بالحاله الصحيه ديال امين حارث وبالامكانيه انه يرجع قريبا للميادين، ومعجب بالتفاعل السريع ديال امين حارث مع البروتوكول العلاجي، ان الامور كلها غاديه يعني على حساب داكشي اللي كان مخطط لها من طرف يعني الطاقم الطبي، وكيتوقعوا انه غادي يرجع للميادين قبل المده المتوقعه من الطاقم الطبي. فملي كان تعرض امين حارث للاصابه على التواء على مستوى الرباط الصليبي، كان العديد من التقارير قالت ان صافي الموسم ديال امين حارث انتهى، خاصو على الاقل واحد 7 شهور ولا 6 شهور يعني المده اللي كيحتاجها الرباط الصليبي الاصابه ديال الرباط الصليبي. انا كنت قلت لكم ديك الوقيته انه كاين اشارات يعني من داخل نادي مارسيليا انه ممكن ان شاء الله يرجع في 3 شهور، فدابا ممكن نقولوا 3 شهور 3 شهور ونص ان شاء الله نقدر نشوفوه كيرجع يلعب المباريات. وبما انه اليوم يعني رجع يعني قادر انه يتدرب على العشب، مازال ما قادرش انه يلعب بالكره، ولكن هذا معتصر كيبين انه ان شاء الله ما بقاش بزاف ديال الوقت باش يرجع. المعطى المؤكد انه ما غاديش يكون حاضر في المعسكر ديال المنتخب الوطني المغربي، لان من هنا للمباراتين الوديتين ديال المنتخب المغربي ضد البرازيل والبيرو غادي يكون امين حارث مازال يعني ما رجعش يلعب، غادي يكون ديك الساعه يلاه بدا كيتمرن بالكره. فممكن نقولوا انه في الشهر القادم ان شاء الله امين حارث غادي يكون جاهز لخوض المباريات، يعني في شهر ابريل باذن الله غادي يكون امين حارث يعني قادر انه يلعب المباريات مع نادي اولمبيك مارسيليا.